تخيل تعمل فيلم انيميشن بالذكاء الاصطناعي لدرجه انك ما تعرفش تفرق بين الحقيقي والذكاء الاصطناعي. ولو انت مش مصدقني فالفيديو اللي انت شايفه ده اصلا مش حقيقي، ده واحد عامله بالذكاء الاصطناعي وقدر يعمل اكتر من 10 مليون مشاهده ويعمل حرفيا الاف الدولارات. عشان كده قررت اعمل فيلم انيميشن بالذكاء الاصطناعي بنفس الطريقه دي ونفس الجوده دي بالظبط وكمان مجانا. وقعدت حرفيا ادور على كل الطرق وازاي الراجل ده حرفيا قدر يعمل الفيديوهات او الفيلم الانيميشن بنفس الجوده دي. وبعد يوم كامل من البحث الحمد لله قدرت اعرف الطريقه، وحرفيا الطريقه دي خلتني اعمل فيلم انيميشن انا نفسي مصدوم من النتيجه. ولكن الاول لازم تعرف الطريقه، ولو خطوه منهم ما اتعملتش فانا كده مش هقدر انجح في التحدي. والخطوات هي اولا عامل سكريبت وعامل برومت لكل مشهد. انا صراحه كان نفسي اصلا اكون مخرج، لان زمان كنت انا بكتب افكار لفيديو افلام كتير جدا واعمل سيناريوهات، عشان كده السكريبت مهم جدا. بعد كده عمل صور المشاهد بشخصيات ثابته. وثالث حاجه بقى هي تحويل الصور دي لفيديو، ودي بقى حرفيا اهم حاجه. ولكن الاول بقى بدات اعمل السكريبت، فدخلت شات جي بي تي عشان اشوف الفيلم اللي انا اعمله. والصراحه انا كان عندي افكار كتير جدا، ولكن اخيرا جات لي فكره الفيلم، وهي ان اعمل فيلم انيميشن للفيلم ده. فقلت لشات جي بي تي اعمل سكريبت احترافي لفيلم انيميشن بيتكلم عن كذا ويكون بستايل 3 دي انيميشن وستايل ديزني. وبعد كده قلت له اعمل 5 فصول وابدا بالفصل الاول. وبكده انا عملت السكريبت، لكن بقى لازم اعمل برومت كل مشهد. فكتبت قلت له اعمل برومت اول مشهد بالتفصيل ومع تفاصيل كل شخصيه وخليك احترافي. وبكده عملت اول برومت. بس لما حاولت اعمل الصوره من موقع خاص بالذكاء الاصطناعي زي مثلا موقع ليوناردو او حتى كمان موقع ويسك اي، كانت فيه مشكله، وهي ان الشخصيات مش ثابته، كل شخصيه مختلفه عن التانية تماما. ودي مشكله كبيره جدا، لان كده الفيلم مش هيكون احترافي زي اللي انا كنت عايز اعمله. ولكن كان في حل، وهي ان اعملها من شات جي بي تي او جيميناي، لان دي هي بتقدر تحفظ شكل الشخصيات وتخليها ثابته على مدار كل صوره. بغض النظر بقى ان شات جي بي تي محدود شويه في الصور، ولكن ده الحل اللي انا لقيته. وبدات بقى اعمل نفس الطريقه، بان قلت له اعمل تفاصيل المشهد اللي جاي وخليك احترافي، وعايز تفاصيل المشهد كامله مع تفاصيل كل شخصيه. وبدات اعمل برومت المشهد وحولته لصوره، وكانت دي النتيجه. فكده تمام بقى. اهم خطوه بقى هي تحويل الصوره لفيديو، ودي حرفيا اهم حاجه، لان ده اللي هيفرق بينك وبين اي حد تاني. ولكن عشان اقدر اعمل فيديو زي ده فانا لازم استعمل صوره 2 في الفيديوهات، وطبعا دي اكبر واحسن اداه شفتها في حياتي لحد دلوقتي، وبتعمل فيديوهات واقعيه جدا لدرجه ان انا ما اقدرش افرق بين الحقيقي والذكاء الاصطناعي. فبدات اخش صوره 2، ولكن واجهتني مشكله، وهي اني محتاج كود الدعوه. والصراحه دي مشكله كبيره جدا، لان كده انا مش هعرف اعمل الفيديوهات اللي انا كنت عايز اعملها. وبعد البحث لفتره كبيره عشان اشوف ازاي اجيب كود الدعوه، اخيرا لقيت الحل، وهي ان كان لازم اشغل في بي ان. فبحثت على جوجل وكتبت في بي ان اكستنشن، وضغطت على الموقع ده ودخلت عليه، فحملته وربطته بجوجل. وبعدها بقى ضغطت هنا عشان اقدر اشغل الفي بي ان، واخترت امريكا. وبعد كده لما انا دخلت في صوره 2 تاني ضغطت تحت على اليمين، لما انا ضغطت عليها الحمد لله الايميل اشتغل معايا. وقلت بقى خلاص حرفيا هقدر اعمل فيديوهات وابدا بقى ان انا اعمل الفيلم الانيميشن بتاعي. ولكن حصل حاجه ما توقعتهاش نهائيا، ان الفيديوهات مش احترافيه. لما جيت احط الصوره واحولها لفيديو كانت دي النتيجه. اولا فيديو غير احترافي مش زي اللي في دماغي، ثانيا الجوده ضعيفه جدا، وثالث حاجه ان في علامه مائيه كبيره ومبوظه الفيديو نهائيا. ومع اني حاولت مره وثانيه وثالثه الا ان برضك بتواجهني نفس المشكله. ولما حاولت افهم المشكله لقيت ان في اكتر من نوع صوره. اولا صوره 1 او الصوره العادي اللي هو اصلا كلنا عارفينه، ثاني حاجه صوره 2 اللي انا اصلا لسه مستعمله قدامكم، وفي بقى صوره 2 برو وانا لسه عارف حاجه زي دي دلوقتي. وصوره 2 برو ده الراجل اللي حرفيا شفته هو اللي قدر يعمل الفيلم الانيميشن بنفس الاداه دي بالظبط. وقعدت ابحث لفتره كبيره عشان اعرف الطريقه ان اعمل فيديوهات من صوره 2 برو بطريقه سهله جدا وسريعه. واخيرا عرفت الطريقه وقدرت ان اعمل الفيديو ده. That chef is really good. Maybe I could meet him one day. Yeah, if anyone could, it's you. Now pass me the rest of that brie, huh? ودي بقى كانت الطريقه. بس الاول ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده الصراحه بيساعدني جدا. فلقيت الموقع ده واسمه easmade.ai، وحرفيا الموقع ده اخيرا لقيت فيه اداه صوره 2 برو، والموقع مجاني، لان لما انا عملت ايميل عليه جالي 200,000 عمله مجانيه، ودي اقدر استعملها في كل بقى الموديلات زي مثلا شات جي بي تي وجروك وجيميناي وموديلات كتير جدا. ده غير كمان ان اقدر استعمل 3 موديلات في نفس الوقت. بنضغط هنا وبعد كده اضغط على بقى ايه، اما اختار موديل واحد او استعمل الموديلين او 3 موديلات، واختار كل موديل فيهم اللي انا عايز استعمله فيه، زي مثلا شات جي بي تي، والثاني مثلا جروك، والثالث جيميناي. ولما اكتب في الشات سكريبت كامل فيلم انيميشن بيتكلم عن كذا بستايل 3 دي انيميشن وستايل ديزني، هيجيب لي كل السكريبت في كل موديل منهم في نفس الوقت. او كمان ان اعمل صوره بالذكاء الاصطناعي باكتر من 10 موديلات. واخيرا بقى اعمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي. وعايز اقول لك ان حرفيا في اكتر من 25 موديل، منهم ران واي، ومنهم فيو 3، وكلينج اي اي، واخيرا صوره 2 برو. غير بقى اخر حاجه خدت بالي منها، وهي ان انا اقدر اشيل اي علامه مائيه في اي فيديو، ودي اضافه جامده حرفيا. بص الموقع فيه
فيه كميه حاجات كتير جدا، فمحتاج مني يمكن اكتر من ساعه عشان هشرح لك كل حاجه فيها. لكن دي الحاجات المهمه اللي في الاغلب انا بستعملها. اولا اي شات، وبعد كده عمل الصوره والفيديو بالذكاء الاصطناعي، وازاله العلامه المائيه، واخيرا عمل الصوره او عمل شخصيه افتراضيه بتتكلم، بان احط الصوره هنا وبعد كده احط الصوت بتاعي او اي صوت ويحول الصوره لشخصيه بتتكلم بالصوت بتاعي. نرجع بقى للفيلم بتاعنا. فضغطت على اي ايمج وضغطت على تكست تو ايمج وخليت الموديل نانو بنانا برو، فحطيت البرومت وعملت جنريت، وكانت دي النتيجه. حرفيا النتيجه ولا كأن جبت مشهد من الفيلم نفسه، النتيجه جامده حرفيا. فدخلت على اي فيديو واخترت بقى صوره 2 برو، وكمان اقدر اعمل الفيديو من 4 ثواني لحد 12 ثانيه، وجوده الفيديو اقدر اخليها لحد فول اتش دي. فحطيت الصوره اللي انا عايز اعملها، وبعد كده كتبت في البرومت اللي انا عايز اشوفه في المشهد او اللي يحصل في المشهد، واخيرا عملت جنريت وكانت دي النتيجه. All right, little chef, what are you up to this time? Just a finished touch and done. We'll see. Thank you. Oh, wow, someone's impressed. Did you ولكن بقى خدت بالي ان في نوعين من العملات في الموقع. اولا لما انا جيت عملت ايميل جالي 200,000 عمله، ودي اقدر استعملها في كل حاجه في الموقع ما عدا حاجتين بس، وهي عمل الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي. وده بقى النوع الثاني من العملات. بس لقيت اكتر من طريقه عشان اقدر اجيب العملات دي. واولا انك لما تعمل ايميل جديد بيجي لك عملات مجانيه تقدر تستعملها في الموقع، والطريقه الثانيه انك بيجي لك مكافآت يوميه. لما انت مثلا بتسجل كل يوم بيجي لك مكافآت يوميه من العملات دي. واخر طريقه بقى ان لما انت تعمل دعوه لشخص ثاني ولما يسجل من الرابط بتاعك انت بتاخد عملات على كل واحد منهم، يمكن تقريبا 30 عمله. واخر حل بقى اني اشترك في الموقع ب 400 جنيه في الشهر. وبالنسبه لي لو انا ناوي اكمل في المحتوى ده وانتظم عليه فلازم اشترك في الموقع، لان ده هيفرق معايا جدا يعني. وبعد عمل اكتر من فصل واخيرا عملت الفيلم الحمد لله. ولكن قبل ما تشوف الفيلم فعايز اقول لك لو انت عاوز تفعل الربح من المحتوى ده فلازم تعمل حاجه معينه، وهي انك تحط تعليق صوتي في الفيديو. وعشان تعمل كده فتقدر تخش على 11 لابس وتعمل بقى تعليق صوتي، وده لازم تعمله عشان تقدر تتقبل في اليوتيوب. وفي الاخر كانت دي النتيجه الخاصه بالفيلم اللي انا عملته. I'll get you settled. This place is beautiful. Coming through. Your entree, madam. Smells wonderful. Chef, tables 2 and 5 are still waiting. Are you close on that order? Relax, I just finished it. Good, because they are hungry out there. And now they're about to be very happy. Watch. Sauce, wipe, perfect. And done. We'll see. Thank you. Oh, wow, someone's impressed. Did you Excellent. Have a pleasant evening. I swear, Emil, I saw him. A little mouse. He was in the head chef's hat, steering him like he was the one cooking. Just like me. Maybe you just need some sleep, eh? All that steam and spices makes the mind play tricks. No, it was real. I felt it. Or maybe you're... Ladies and gentlemen, behold the future of cuisine. With this suite of culinary robotics and a touch of human creativity, our technology now makes any food better than anyone in any restaurant. Now we will destroy everyone in the city and make the best food ever. Especially this mouse. I don't know what you're saying, but I agree with you. What are we gonna do now, little friend? They're all over there. You can't cook for an empty room forever. There has to be a way to remind them what real food tastes like. Who are you? I'm the new mouse chef who's going to destroy you. Wait, was that you I saw above Headman in the restaurant? Oh, yes, that was me. ما تنساش اللايك والاشتراك وسلام.